السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم هاد الكعيبات بريستيج اللي كتشوفوا في الصور قدامكم، كيجيو رائعين. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو لهنا كيلو ديال العقدة ديال اللوز، وهنا 100 غرام ديال الأناناس مقطع رقيق، و100 غرام ديال قشور الليمون معسل حتى هو مقطع رقيق، معلقة كبيرة ديال المربى ديال المشماش، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة حيوانية صافي. وعندنا هنا أبيض بيضة كاملة كنديروها كاملة. أنا بالنسبة للمقادير هنايا راه ما درناش، درنا معكم نص المقادير. يعني نتوما إلا بغيتو ديروا المقادير كاملين ولا بغيتو ديروا نصهم ديروا نص ديال هاد المقادير اللي قلت لكم في الفيديو. صافي كنبداو ندخلوا المكونات ديالنا في ديك العقدة كاملة حتى نشكلوها بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ندوزو غنحتاجو لهنا الميزان، وغنبقاو نديرو في كل كعيبة 18 غرام. هذا هو الشكل ديال الكعيبات، هذا هو الشكل ديال العقدة ديالنا. صافي من بعد ما كنشكلوهم كاملة كنشكلو العقدة ديالنا بهذا الشكل هذا. كندوزو نحتاجو هنا اللوز كونكاسي اللي محمر شويه ماشي بزاف، شي شويه، والابيض ديال البيض. غادي نديرو الكعيبات ديالنا في وسط داك الابيض ديال البيض، وغادي نديروه في اللوز كونكاسي، وغنبداو ندخلو داك اللوز كونكاسي في الكعيبات ديالنا على هذا الشكل هذا. صافي حتى كنكملوهم كاملين بنفس الطريقه، حتى كنساليو دوك الكعيبات ديالنا كاملين في التفنات في اللوز كونكاسي. غادي ندوزو دابا باش نشكلو الكعيبات. راه الطريقه البنات ساهله، هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا. راه ساهلين البنات، راه غير بحال الشكل ديال الكعبه العاديه، غير هما بلا عجينه. بلاصه العجينه هنا كنديروا اللوز كونكاسي. صافي كنبداو نشكلوا في دوك الكعيبات ديالنا حتى كنساليوها. من بعد ما كنساليوها كنكونوا مسخنين الفران من قبل. بالنسبه للعافيه كتكون 160 درجه. صافي وكتدخلوهم يطيبوا كيطيبوا من الفوق ومن التحت، ولا عندكم الفران ديال الضو كيطيبوا في خضره. صافي من بعد ما كندخلوهم الفران كيطيبوا كيتحمروا شي شويه، ما تحمروش البنات بزاف، غير شي شويه كيشد فيهم هذاك اللون. فاش كتخرجوهم البنات اما الناباج ولا العسل، حنا عندنا هنا العسل اللي دوزناه شي شويه فوق البوطه. صافي كنبداو ندهنوهم وكنعاودو ندخلوهم، من بعد ما كندهنوهم كنعاودو ندخلوهم للفران باش كيتشمعوا داك العسل ولا الناباج كيتشمع عليهم وما كيبقاوش يتلصقوا لنا من بعد فاش كنخرجوهم. صافي من بعد ما تشمعوا لنا هذا هو الشكل ديالهم. صافي كنكونوا هنا موجدين هاد الوريقات ديال الورد، راه كيتباعوا عند صحاب اللوازم ديال الحلويات. صافي وكتبقاو تشكلوا فيهم بحال هكا حتى كتساليو الكعيبات ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكعيبات ديالنا. كيجيو البنات رائعين، منظر ومذاق شي حاجه اللي همويه. وكنتمنى انها تكون عجباتكم، وكنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. شكرا لكم، وما تنساوش تخليو لي جيم ديالكم وتبارطاجيو الفيديو وتخليو كومنتات زوينين. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.